السلام عليكم خوتي، كنتمنى من الله انكم تكونوا بخير وتكونوا في صحه جيده. كما كتشوفوا اليوم غادي نشرحوا الاستراتيجيه ديال الذهب، ولكن ماشي جميع الخبايا ديال الذهب، ولكن نعطيكم شي حوايج يعني باش تبداو تحترفوا الذهب وتدخلوا في الصفقات ديالكم. المهم غنديروا اليوم البريك داون على الصفقه ديالي اللي خديت البارح. ها هي كما كتشوفوا غنشرحوها مزيان، يعني غير باش الناس يعرفوا شنو هو المحتوى ديال هذا الفيديو هذا. المهم باختصار، يعني الحوايج اللي غادي تحتاج باش تداول الذهب، يعني مفاهيم اللي هما بساط. اول حاجه خصك الماركت ستراكشر تكون كتفهمها، يعني البنيه ديال السوق اولا الهيكل ديال السوق. ثاني حاجه خصك تكون عارف الاوردر فلو، كيفاش تقرا الاوردر فلو. راه شرحت لكم شنو هو الاوردر فلو. شوف الفيديوهات اللي قبل، يعني اي واحد مثلا ما متبعش معايا في البلاي ليست اللي كنت لحت، يمشي يتفرج في البلاي ليست اولا يعرف شنو هو الاوردر فلو باش تفهم هاد لا استراتيجي كيفاش كتخدم. اوكي، ثالث حاجه اللي هو الاوردر بلوك كما كتشوفوا، والفير فاليو كاب. ضروري تكون كتعرف تحدد الفير فاليو كاب. المارشي ملي كيمشي من هاد المناطق هادو يعني كيعطيو واحد الرياكشن، يعني كيتحرك، يعني كيتفاعل مع هاد المناطق هادو، يعني خصك تكون عارف شنو هي الفير فاليو كاب وشنو هو الاوردر بلوك. اوكي، ثالث حاجه عاوتاني مع هاد الكي ليفلز اولا هاد المناطق اللي هي الليكويديتي. خصك تكون عارف ضروري شنو هي الليكويديتي، شنو هي السيوله وحتى السويب ديال الليكويديتي. يعني اقل حاجه خصك تعرف السويب ديال الليكويديتي اولا المانيبيليشن، يعني فاش كدير المانيبيليشن، يعني فاش المارشي كيدير واحد الموف باش كيسويب لي واحد الهاي اولا واحد اللو باش كيكون لي واحد الكونتكست، ومن خلال داك الكونتكست كنشوف واش داك الفير فاليو كاب واش خدامه ليا ولا ما خدامش ليا، واش داك الاوردر بلوك خدام ليا اولا ما خدامش ليا. رابع حاجه اللي هو التايم فريم، اللي هو مهم بزاف لحقاش من خلال هذا التايم فريم كنوليو نخدموا بالماركت ستراكشر والاوردر فلو. يعني كنخدموا بميلتي تايم فريم، يعني الساعه كناخذوا منها الاتجاه اولا الاوردر فلو اولا الماركت ستراكشر باش كنعرفوا الاتجاه فين غادي. 15 دقيقه تنقلب على السيت اب ديالي، بحال مثلا السويب ديال ليكويديتي اولا قاس لي مثلا في شي فير فاليو كاب. اما 5 دقائق اولا الدقيقه، يعني وقتاش انا كنضطر كنستعمل الدقيقه في حاله الا ما بانش لي الدخله في 5 دقائق. اوكي، دابا انا وريكم كيفاش دخلت اولا البريك داون ديال هاد الصفقه هادي. كما كتشوفوا اول حاجه ديما تنقولها لكم هي التشيك ديال النيوز. خصك تعرف النيوز، ضروري تعرف النيوز، يعني باش تعرف واش داك السيت اب ديالك غادي يتحترم ولا ما يتحترمش. لان الا كان واحد الخبر اللي هو مهم بزاف هاي امباكت، يقدر مثلا يضرب لك ستوب لوس ديالك اولا المارشي ما يتحركش اولا يتحرك بواحد الطريقه اللي عنيفه. دونك انت ديك الساعه كتكون يعني هاي ريسك، خدام هاي ريسك. صافي جيت تشيكيت النيوز، لقيت باللي تقريبا كاينين اخبار، ولكن الاخبار كانوا غيكونوا في الليل. بحال مثلا الخبر ديال الفائده، وديما النهار فاش كتكون مثلا الفائده، مثلا الفيدرالي غادي يعلن على الفائده واش غادي يثبتها ولا غيزيدها ولا ينقصها، قبل ما يتلاح هذا الخبر المارشي كيكون رينج ماركت، يعني المارشي كيكون يعني كيتحرك بواحد الطريقه اللي بطيئه، لان القرار ديال الفائده باقي ما تلاحش باش ديك الساعه المارشي يقرر واش غادي يطلع ولا يهبط. اوكي، بحال قلتي الهدوء ما وراء العاصفه. اوكي، وانا كيعجبني هذا السيت اب هذا ملي كيكون السوق كيرانجي، لانك في ديك اللحظه، لان ديك الساعه الماركت ميكرز كيكونوا كيبنيو الاوردرز ديالهم ما عليناش. دونك هاد الاخبار يعني كانوا في الليل، يعني ما غاديش ياثروا عليا لانني تداولت انا تقريبا كنت داول من 9، يعني التوقيت فاش كيكون الفوليوم يعني زوين عندك من 9 ونص تقريبا حتى 12 ونص التوقيت الامريكي. عقلوا على هذه نيويورك تايم. اوكي، هذا هو النطاق اللي بغيتكم تخدموا عليه، من 9 ونص حتى ل 12 ونص اولا الوحده كاع الا تعطلتي. دونك هنا فاش كيكون سيت اب زوين الا لقيتيه. اوكي، ممكن ما كتشوفوا اول حاجه جيت للساعه، يعني اول حاجه اكتشفتها باللي السوق عندي واحد البوليش ماركت ستراكشر. كما كتشوفوا من بعد السوق كان هبط ليا هاد البلاصه هذه اللي كتشوفوا، يعني هاد المنطقه هذه. ها هي ندير لكم بواحد الدائره كما كتشوفوا، بدا المارشي هنا كيرينجي ليا. خصكم تعرفوا باللي عندنا ثلاثه الانواع ديال المارشيات، كل مارشي عنده واحد لا استراتيجي. عندنا تريندين ماركت، ملي كيكون السوق عنده القابليه ديال انه يمشي في واحد الاتجاه، اما اتجاه طالع او هابط. وملي كيكون السوق عندنا رينج، يعني السوق ما كيكون ما طالع ما هابط، كيبقى يلعب ليا ما بين جوج ديال لي كي ليفلز. كما كتشوفوا في هذه الحاله المارشي كان كيلعب ليا ما بين هاد جوج ديال المناطق. كما كتشوفوا لاحظوا معايا، يعني كيهبط، لاحظوا معايا، وكيطلع، كيهبط وكيطلع. اوكي، كاين عندي عاوتاني واحد النوع ثالث اللي هو صعيب شويه، اللي هو التشابي ماركت. ملي كيكون السوق مخربق صافي في ديك الحاله انت ماشي دير والو. كما كتشوفوا انا مني جيت لهنايا
لقيت باللي عندي واحد الفرصه انني ندخل مثلا يعني في رينج بروفايل. اوكي دونك مني قريت الماركت ستراكشر وعرفت باللي انا كاين في واحد السوق اللي هو رينج، يعني عندي جوج الاحتمالات، يا اما نتسنى البرايس مثلا نهبط سيل من هذه البلاصه حتى لتحت كما كتشوفوا، لان باقي ديك الساعه الخبر ديال الفائده باقي ما طلعش، لانه كيتهيئ المارشي باش انه يتقبل القرار ديال الفائده. وكاين عندي واحد السيناريو الثاني، يقدر المارشي انه من يهبط هنايا يقيس في هذا الكي ليفل ويعاود انه يطلع الفوق ونطلع معاه باي. اوكي ما عليناش، مني حددت انا في الساعه باللي السوق كيلعب ليا ما بين هاد المناطق بجوج، هبطت ل 15 دقيقه باش نقلب على السيت اب ديالي. لاحظوا معايا هنايا بان ليا السيت اب ديالي في 15 دقيقه. شنو هو؟ كما كتشوفوا عندي الكي ليفل ديالي اللي هي هاد الاو بي، هذا راه او بي الخوش كما كتشوفوا، هذا راه او بي. كانت عندي فريش زون، كانت عندي واحد المنطقه اللي هي فريش، من بعد البرايس مني هبط منا عاوتاني يطلع قاس فيها، هبط عاوتاني ويمشي عاوتاني رجع ليها قاس فيها وعطاني واحد الرياكشن. اوكي كتعتبر هذه دابا واحد المقاومه، لان دابا البرايس رجع ليها المره الاولى المره الثانيه، اذا دابا هذه منطقه ديال المقاومه، ما بقاتش منطقه، ما بقاتش او بي. هذه القضيه هذه قليل اللي عارفها الخوت. الاو بي كما كتشوفوا يعني مني كان فريش، كما كتشوف الخوت مني المارشي قاس ليا في هذه المنطقه هذه المره الاولى وهبط، قاس ليا في المره الثانيه وهبط، قاس ليا في المره الثالثه وبدا كيرانجي. هنا الخوت مني تسنيت انا التوقيت ديالي مع 9:30 بحال هكاك، المهم ما بين 9:30 حتى ل 10. كما كتشوفوا الخوت اول حاجه تسنيتها انا في هذه المنطقه هذه اللي كتشوفوا هو ان المارشي خصو يطلع يسويبي ليا هاد الهاي اللي عندي هنايا. اوكي يعني ما بين 9:30 تقريبا ولا 10 بحال هكاك، مني دخل الفوليوم للمارشي، البرايس طلع ليا الفوق، سويبي ليا هاد الهاي هذا، يعني دار ليا الباي سايد ليكويديتي. واكبر دليل هي هاد الشمعه هادي ديال بين بار كما كتشوفوا، ها هي ديال بين بار. اوكي وفاش درت ليا التسويب ديال ليكويديتي، درت ليا في هاد المنطقه هذه اللي انا اصلا كنتسنى البرايس انه يعطيني واحد الرياكشن فيها، وبدا كيعطيني الرياكشن بهاد البين بار هذه كما كتشوفوا. لاحظوا معايا دونك مني انا شفت هاد الشمعه هذه سويبات ليا الليكويديتي اللي الفوق، تسنيت البرايس بدا كيهبط واحد شويه، كيعطيني واحد المومنتم ديال البيرش، هبط ل5 دقائق كما كتشوفوا باش نقلب على الدخله ديالي، لانني باغي نمشي مع الزخم. اوكي خصني نمشي مع الزخم اللي عندي. لاحظوا معايا الخوش، نحاول اني نكبر باش تعرفوا كيفاش تخدم. كما كتشوفوا الخوش في 5 دقائق لاحظوا معايا عندي واحد الاوبي اللي هو واحد المقاومه، يقدر مثلا يقاوم لي البرايس الى هبط. اوكي لاحظوا معايا يقدر يقاوم لي هذا البرايس هذا الى هبط. اذا لوبجيكتيف ديالي كان انايا هو هذا اللو هذا اللي عندنا هنايا، ها يعني هذا السيل سايد ليكويديتي، هذا هو لوبجيكتيف ديالي اللي كان. اوكي لاحظوا معايا انا تسنيت الشمعه الاولى، الشمعه الثانيه، الشمعه الثالثه، كما كتشوفوا كونفيرمات ليا باللي البرايس يقدر انه يكمل الهبوط ديالو. اوكي تقريبا لاحظوا معايا هنا راه درت لكم التايم، يعني ما بين واحد الوقيته حتى لواحد الوقيته ملي كتوقع ليا ديك الموف ديال المانيبيوليشن، يعني السوق كيحاول انه يخدع الناس باش انه يحاول انهم يخرجهم من المراكز ديالهم، هاد ديك الساعه يمشي للمركز الحقيقي. اوكي هاد الفير فاليو غاب ديال الخوت كما كتشوفوا ما بانش ليا الدخله زوينه في 5 دقائق، مشيت للدقيقه. لاحظوا معايا نحاول اني نطلع الفوق. كما كتشوفوا الخوت هاد الفير فاليو غاب اللي عندي هنايا الا كتلاحظوا معايا هنا، هذه اللي حاولت انني ندخل منها. علاش؟ نقول لكم السبب علاش. كما كتشوفوا هاد المنطقه هذه تسنيت البرايس انه قاس فيها واحد شويه وانا ندخل سيل، درت تي بي ديالي درتو في هاد اللو هذا اللي قلت لكم في الاول، ستوب لوس ديالي كان الفوق من هاد الشمعه هذه اللي كانت السبب ديال الفير فاليو كاب. الا لاحظتوا معايا في الدقيقه الماركت ستراكشر ديالي اولا الاوردر فلو، يعني في هاد الفيك موف هادي كان السوق غادي يعني في واحد البوليش ماركت ستراكشر كما كتشوفوا. البرايس طلع الفوق، هبط ليا دار ليا التصحيح، من بعد كسر ليا هاد الهاي، رجع دار ليا التصحيح، من بعد طلع دار ليا واحد موجه دافعه، ولكن مني قاس ليا
هاد الكين ليفل هادي، ومني قاس ليا اولا سويبي ليا هاد الهاي اللي عندي هنايا كما كتشوفوا، هبط البرايس طلع واحد شويه، ولكن هاد الهاي هذا راه فشل انه يهرس ليا هاد الهاي اللي عندي هنا. اوكي، اذا داكشي علاش هبط البرايس لتحت وعطاني شيفت ان ماركت ستراكشر. من بعد البرايس رجع دار ليا ريتشيست، وهاد الموف هادي الثانيه هي اللي كانت السبب اللي خلاتني انني خصني ندخل سيل. اوكي، بحال قلتي سكند انتري، يعني الدخله الثانيه، يعني الدخله الاولى كتمشي عليك ولكن كتحاول انك تشتغل الدخله الثانيه. وكما كتشوفوا عاوتاني هنا عندي واحد البريكر بلوك، ها هو قادو لكم كما كتشوفوا هنا كان واحد البريكر بلوك. لاحظوا معايا يعني البرايس مني هرسو رجع واحد شويه دار ليا ريتيست لهاد الفير فاليو كاب. انا هاد الفير فاليو كاب هادي هي اللي حاولت اني ندخل منها، درت سيل ستوب لوز ديالي كان فوق من هاد الفير فاليو كاب وفوق من هاد البريكر بلوك هذا، والتي بي كان هو هاد سيل سايد ليكويديتي اللي عندي هنا. اوكي، كما كتشوفوا الخوت لي كونسيبت هما راه بساط، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. انا كنحاول انني ما نحاولش انني نعقد عليكم الامور الخوت، يعني حاول انك تخدم سيمبل بلا ما تعقد عليك الامور. يعني هادشي راه كافي الخوت، والله حتى كافي. يعني تيقوا فيه دابا، حيت الناس دابا كيجيو من هادشي دابا هاد لي كونسيبت ساهلين صافي كيقول لك صافي هادشي واقيلا ما خدامش ولا راه الناس اللي خدامين بهادشي هما اللي غادي ياكدوا لي مزيان على هادشي هذا اللي تنشرح لكم انايا، لان راه يوميا كنشوف الناس كيخدموا هادشي اللي كنعطيهم انا وكيخرجوا الفلوس ديالهم. يعني عادي، داكشي علاش كنحاول انني نشرح لكم بهذه البساطه هذه باش كلشي يعني ينجح في التداول ديالو. اوكي، مازال غنحاول نتعمق لكم في استراتيجيه الذهب. غندير لكم واحد البلاي ليست ديال الذهب كامله، نعطيكم العوامل اللي كيأثروا على الذهب، العوامل السياسيه، العوامل الاقتصاديه، الاستراتيجي. في حاله الا كان السوق مثلا تريندين اشنو غادي دير، في حاله الا كان رينج اشنو غادي دير، في حاله الا كانت تشابي ماركت شنو غادي دير، في حاله الاخبار مثلا كان عندي شي ان اف بي او كانت عندي مثلا الفائده. يعني هادشي هادي كامل غادي نحاول انني نتكلم فيه، حتى العوامل اللي كيأثروا على الذهب بحال مثلا هذا القرار هذا ديال الفائده هذا مثلا، والنزاع ما بين ترامب وما بين باول مثلا، لان ترامب دابا كيحاول انه يدفع باول انه ينزل الفائده، ولكن باول كما كتشوفوا ما بغاش انه ينزل الفائده. اذا كاين واحد الصراع سياسي بيناتهم. انت ملي كتحلل هاد الصراعات اولا هاد الاخبار دي كتعرف ان السوق على المدى البعيد والمتوسط فين غادي، وكتكون عندك واحد الثقه كبيره انك تثيق في الاستراتيجيه ديالك يعني وتدخل يعني بعينك مغمضين. هذه واحد الناحيه. الناحيه الثانيه اكتشفت يعني مني لحقت انا الفيديو ديال النصب والاحتيال لقيت بزاف ديال الناس تقريبا تنصب عليه بنفس الطريقه وبطرق اخرى. انا ما ذكرتش لكم الطرق الاخرى، علاش؟ لانني الا ذكرت لكم الطرق الاخرى يقدروا يستعملوها دوك الناس اللي ما عندهم لا اخلاق، ما عندهم لا مبادئ لا والو، يقدروا انهم يبداو ينصبوا على عباد الله. يعني كاين اللي ما عارفهمش ولا عارفهم غادي يمشي يطبقهم على الناس. اوكي، ولكن انا كنحاول انني نشرح لكم دوك الطرق باش انكم تفاداو ان شي واحد انه ينصب عليكم في الفلوس ديالكم. عاوتاني غنرجع دابا تقريبا للدروس ديال الاي سي جي. غنحاول عاوتاني نبدا نشرح لكم لي كونسيبت، لانني باقي ما كملت لكمش لي كونسيبت. خصني نكمل لكم لي كونسيبت بحال الديلي بروفايل، بحال الناراتيف. هادشي هذا مهم بزاف. كنت باغي نكمل في الكونسيبت ديال التحليل الاقتصادي، ولكن لقيت بنادم ما مهتمش الخوش. انت كتعطيه شي حاجه اللي ذهب ولكن هو ما فهمتش. المهم كنت باغي نكمل التحليل الاقتصادي، ولكن ملي لقيت بنادم ما مهتمش دونك غادي نحاول نرجع للتحليل التقني ونرجع للاي سي جي، والمفاهيم اللي باقي ما شرحتهمش نحاول اني نشرحهم صافي باش ندوزو البلاي ليست وحده اخرى ديال كيفاش دوز الكونت ديال الفاندين. يعني كيفاش دوزو من الاول حتى الاخر. غادي نحاول اني نشري قدامكم كونت ديال الفاندين، كيفاش غندوزو الشروط، غنلقى الاستراتيجيه كيفاش غدوز واحد الكونت وكيفاش تحافظ عليه. لان راه المشكل راه ماشي انك دوز التيست، المشكل انك تحافظ على التيست. شحال من واحد كيجيب التيست ملي كيدخل مثلا للصح ريال اكاونت كيحرقوا. علاش نتوما في نظريتكم كتوقع هذه القضيه هذه؟ لان المشكل راه ماشي في انك تجيب التيست، المشكل هو انك تحافظ على التيست وتخرج منه الفلوس. دونك هادشي اللي ما باغينش يفهموا الناس. دوك النصابه اللي كيدوزوا لكم التيست كيحيدوا منكم مثلا دوك الفلوس، وما راه عارفين باللي انت غتشد الكونت غادي تحرقوا. الانسان اللي ما جابش الكونت ديالو عن جداره واستحقاق غادي يحرق الكونت 100%. ثيقوا فيا 100%. اذا تعلم المهاره ديال التداول، كيفاش تداول بوحدك، كيفاش تحلل المارشي، كيفاش دير اداره المخاطر. خذ الوقت ديالك. هذيك الزربه كتخرج على بزاف ديال الناس كتلقاه هو اصلا
مدفوع بالطمع. كتلقى الطمع هو اللي مدخلو باغي يجيب الفلوس دغيا. دونك ديك الشهوه ديال انه باغي يدير الفلوس دغيا هي اللي كتخلي انه يزرب يحط فلوس مثلا في واحد الكونت ديال الفاندين وحرق مثلا شي 6 ولا 10 ولا 20. سير تعلم مزيان في واحد الكونت اللي هو مثلا كونت شخصي في اي سي ماركيت او في اكسنيس اي بروكر كما كان، وحاول انك تخدم على لا استراتيجي ديالك. عاد ديك الساعه سير دوز تيست، راه التيست ما غاديش يهرب. انا تنقول لك هاد الهضره هادي باش تحافظ على الفلوس ديالك وما يمشيوش. اوكي دونك نحاول نجرب دغيا في السلسله ديال الاي سي، نحاول نكملها دغيا باش ندوز في السلسله ديال الحسابات ديال الفاندين وكيفاش غندوزو قدامكم وكيفاش غنخرجوا اول بي اوت باش كلشي يعرف لا استراتيجي وحتى شي واحد ما يمشيش يعول على شي واحد اخر. اوكي كنتمنى من الله اني نكون وصلت لكم الميساج. حتى الفيديو ديال اليوم حاولوا انكم تستافدوا منه. اوكي حاولوا انكم تبسطوا الامور وما تعقدوش الامور. نتلاقاو في الفيديو الجاي.